اليوم زي ما قررت بالعنوان قرر تكشف وجه أصدقاء اليوتيوبرز، وهذه الصور مخبينها من زمان. لا تنسوا اللايك والاشتراك وإلى نبدأ. اليوتيوبر الأول هو سادو ديز، وهو عضو من كلاني وصديقي الصدوق. رحت على حسابه لانستجرام لقيت مصور نفسه في سطيف، وكاشف وجهه أيضا. واليوتيوبر الثاني لوكو، المعروف سابقا بابو عمر، اسمه الحقيقي أسامة من سوريا وعايش بالاردن. فوجات قلبت على التيك توك لقيت صورة لوكو قبل أن يحذف مقاطع الفيس كام. وتدرون ليش حذفها؟ لأنه كما قال أنه لسا بدري حتى يسوي فيس كام، وهذا وجهه. واليوتيوبر الثاني هي هناء كرافت، يوتيوبر كنت أتابع مقاطعها كثير. أعلنت أنها نزلت فيس كام، وشوفوه. وصلنا 1000 مشترك. في هذه اللحظة أدرك أبو حمدان إن جاب العيد. ما يا جماعة، وأخيرا وصلنا 1000 مشترك، وشكرا لكم بجد يا جماعة 1000 مشترك، وشكرا لكم على الدعم جدا. وإذا مش عارفين بهدلنا الدنيا عشانكم والله. إيه مش عارف حاجة. دي عملت فيس ريفيل بمناسبة 1000 مشترك، مفاجأة ليكم يعني يا جماعة. شكرا لكم بجد يا جماعة، أنا مش عارفة أشكركم إزاي بصراحة. يعني الحمد لله بعد تعب وصلت، يعني بفضل ربنا ثم انتم. ويعني مش عارفه يا جماعه اشكركم ازاي. شوفوا جايبه لكم بلالين والله يا جماعه معلقه. مين اهك صيركم شكلها حلو بصراحه. 1 كيلو. وبس تعمل الفيديو ده بس عشان اشكركم، عشان انا بحبكم جدا. وبس اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. شكلها مبين أنه لساتها صغيرة وما عندها كاميرا وصورت بالجوال. واليوتيوبر الثاني هو سيد عباس، يوتيوبر عراقي وعضو من أعضاء الكيلاني. عباس على الانستجرام قال لي اصنع لي لعبة، وأنا مرفض طلبه، وصنعت له، ولا ولقيته طلع صورته، وهذا هو قيم بلاين للعبته. واليوتيوبر الثاني هو ليمب أو عمر، يوتيوبر الميشن، مرة كشف وجهه في قناة أونلي عمر، وهذا هو وجهه. وبس هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إدري أغلبهم لابسين ماسك، بس حبيت أقول لكم عنهم. حطوا لايك واشتركوا بالقناة وباي.